السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش اخباركم الحباب؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، كبيركم صغيركم اينما كنتم في جميع انحاء العالم. اليوم غنشارك معكم واحد طبق مغربي معروف، سواء للضياف سواء لينا سواء اي واحد جا عندنا عزيز، يعني من بين الاطباق المغربيه المعروفه كنوجدوه في المناسبات وفي الاعياد ولينا حنا مع احبابنا. علاش لا؟ اليوم غنشارك معكم اللحم على حسب الكميه ديال كل واحد اش بغى. انا هادو مقطعين بحال هاد الشكل، حاولت نقطع من هذا ما بغاش، قلت يلا خليه. عندي هاد الكميه راه تقريبا كيلو، وعندي هنا كما كتشوفوا المشماش، وعندي البرقوق يلا جبدته من الفريغو. هنا عندي 3 البصلات ومعهم الثومه، باقي ما قطعتهمش، غنقطعهم بيدي. بالنسبه للعطريه اللي عندي غتكون البزار، ما غنكثرش البزار، غندير البزار الابيض والبزار الاسود هذا، يعني انا بحال هوك. وغندير الفلفل القزبر ناشف مطحون حتى هو حسب ما كتشوفوا. ندوز للبزار الابيض هذا، يعني البزار الابيض والسكينجبير هو اهم شيء، والزنجبيل. دابا هادو كلهم غنرقدهم في هذا اللحم وغنخليه. الكركم اللي معروف بلذته طبيعي. هنا غنحط الملحه، اللهم نقص ولا تجيني مالحه. بالنسبه للقرفه عندي عويدات ديال القرفه حتى الاخير، وغنحطهم مني غنكون كنمرق. هنا غندوز غنرقد هذا اللحم على حسب الوقت والمده اللي رقدتو فيها اللحم شحال، يعني بس نحاول ندير شويه الماء باش يترقد ليا هذا اللحم. هنايا غنرقدو هنايا شويه، ما غنكثرش بزاف لان نخليه يترقد بهاد المرقه، واخا تبقى ماشي مشكل لان غنمرق بها في الاخر. صافي دابا غنخليه وندوز للبصله نقطعها. هي كنبدا نقطع البصله، يعني البصله بلا ما نحتاج انني نفرمها في الفرامه او في الطحانه. صافي كنخليها بحال هذا الشكل. حاولت ندير ما بين البصله الحمراء والبيضاء. هاكا كنمشي بنفس الطريقه كندوز هي مني كطيب راه صافي كتنزل، ما كتبقاش يعني. غنكمل بنفس الطريقه ونرجع معكم. قطعت البصله والثومه بحال هذا الشكل. هنا كندوز الماء اللي غندير فيه البرقوق. هنايا الكميه ديال الماء كما كتشوفوا ماشي كثيره بزاف، ودرت شويه الملحه وغنزيد السكر بحال هكا، وغنحط شويه القرفه
في البرقوق. هادو هما الاشياء اللي غنحط. مني غنحس بالمريقه ديال اللحم طابت، غناخذ شويه المريقه وغنحطها مع البرقوق، لان باش كتجي هذيك المزيج ديال المرقه ما بين اللحم والمرقه اللي تسلق فيها البرقوق. غندوز للمشماش كذلك، ندوز المشماش عندي هاد الكميه، وغندوز نحط حتى هو هذاك السكر اللي موجود. الا حسيت به ناقص راه غنزيد، ما غنزيد عليه حتى شي حاجه، لان مازال غنزيد عليه المرقه حتى هو ديال اللحم. هنايا بعد ما حطيته في هاد الكاميله غيتقلى مزيان، ونحط عليه البصله ونحس به نزل مزيان شويه. عاد غنرجعو في الكوكوط، لان الكوكوط ما قداتنيش، ومن غيطيب عاد نحس به تقلى مزيان ومع البصله وداك الشيء. عاد غنرجعو في الكوكوط ان شاء الله. دابا غندوز البرقوق. كتشوفوا البرقوق بدا كيطيب، شوفوا ما بقات ليا على المريقه ديال اللحم هي اللي غنزيدها عليه. لما كنحس باللحم بدا كاين ناشف، كنزيد هذيك المريقه اللي بقى فيها العطريه هي هذه، وكنزيد معها الزيت وزيت زيتون على حسب الكميه اللي كتبغيو ديال الزيت، واش بغيتوه ميدم واش بغيتوه ناشف. دابا غنخليه يتقلى مع هذا الزيت، ومن بعد عاد ملي غنبغي نمرق ونحطو في الضغط عاد نمرق بمره واحده. بالنسبه للمسمس زدت معاه هذاك العود ديال القرفه وشويه السكر كما العاده. بالنسبه للعود الاخر هو اللي غنحطو مع اللحم. بعد ما مرقتها بحال هذا الشكل القياس ديالها، لانني غنحسب ليها 45 دقيقه باش غطيب وعاد تاخذ واحد النار متوسطه، يعني ماشي عاليه. دابا غنزيد عليه نرفع النار باش تصفر الصفاره، وعاد نحسب ليها 45 دقيقه باش يطيب مزيان. هي من كتبقى تصفر صافي دابا كنحسب ليها. هنا كما كتشوفوا الحباب، يلا دابا طابت اللحيمه ما شاء الله تبارك الرحمن، والمريقه هي هذه خاتره ومعلكه زوينه. دابا بقينا نقدموها بالصحه والراحه. كنتمنى اللي كتوحم واللي تهاتوا الله يسمح لي منها. حنا كنبغيو نشاركوا الاراء ونشاركوا الافكار ونشاركوا الاطباق ديالنا في كل بلد، يعني كناخذوا التجربه في الحياه. هذا هو قصدي انا، ماشي تفاخر ولا شي حاجه، ولكن كل واحد عنده خيره في رزق في بيته، والحمد لله والشكر لله. كتشوفوا طبقنا ما شاء الله تبارك الرحمن، قدمناه بالصحه والراحه، واللي تشهات والله يسمح لي منها. هنا اللي كيبغي يدير السمسم يديرو، اللي كيبغي يخليه عادي بحال هكا يديرو. انا اكتفيت بهاد الانواع ديال المشماش والبرقوق. كنتمنى ينال اعجابكم الطبق رائع وزوين وزال. دائما كنوجدوه لاعز الناس، والمناسبات كيكون دائما حاضر بكثره.